عايزة تعملي طبق كفتة بسرعة كده ويكون على السريع، ملكيش مزاج تقفي في المطبخ كتير ولا أي حاجة، تعالى أقولك بقى نعمله ايه. طبق كفتة كده بسرعة بسرعة، سواء بقى عندك الكفتة جاهزة أو هتعمليها. طبعا كلنا بقينا أساتذة في عمايل الكفتة، لحمة مفرومة وبصل، ملح فلفل، شوية بهارات، حابة تزوديها بفول صويا أو برغل زي ما انت عايزة. تمام، احنا خلاص عملنا الكفتة بتاعتنا وكورناها، وتعالوا بقى بينا ندخل على التفاصيل على طول. الطاسة فيها حبة زيت صغيرين، انا مش حابة ياما علشان اللحمة طبيعي بتنزل الإدام بتاعها. اي لحمة مفرومة بيبقى نسبة الدهون فيها عالية فبتنزل الإدام. فانا هنا هشوحها وتاخد لون من كل ناحية، وهشيلها وبعد كده هنزل ببصلايه مفرومه وقرن فلفل متقطع، حامي باعد حسب ما انت عايزه، وكوبايتين صلصه. الصلصه الفريش او الطماطم يعني المعصوره الفريش احلى بكتير من الصلصه الجاهزه، وبرده دي ليكي حريه الاختيار فيها. بنزل بكوبايتين الطماطم وهحط عليها معلقه ملح وحبه فلفل اسود. حابه تضيفي اي بهارات انت تعجبك تمام، مفيش مشكله، بس احنا طبيعي مبهرين الكفته. هسيبها تتسبك وتاخد راحتها خالص، وبعد كده هبدا انزل فيها الكفته بتاعتي. انا هنا كنت شايله طبعا الكفته لحد ما الطماطم بتاعتي تتسبك، وهنا خلاص الطماطم تتسبك. في تكايه كده لو حابه تضيفيها وانتي بتحمري البصل والفلفل ممكن تحطي فصين توم لو حابه، يعني دي اضافه براحتك. هنا حطيت الطماطم بتاعتي وهسيبها تكمل سواها، وهكون بقى محضره الجبنه الموتزاريلا، جبنه رومي زي ما انتي عايزه. الاضافات دي يا جماعه بتبقى راجعه للاذواق. انا هنا مش محتاجه الجبنه الموتزاريلا تديني مطه ولا اي حاجه، انا محتاجاها بس تدي الصوص بتاعنا يعني سمك كده، وتبقى الصلصه بتاعته حلوه. فانا هغطيها وشويه بقى طبعا هطفي عليها. بتقدمي الكفته مع بطاطس محمره، مكرونه. حابه تعملي المكرونه بالصلصه تمام، حابه تستكفي ان انت هتحطي على المكرونه البيضه الصوص بتاع اللحمه، ويعني بيبقى كده حلوه وتحفه قوي. واللهم بارك. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبتكم الوصفه لايك وشير، وما تنسوناش في دعوه حلوه. اشوفكم على خير، سلام عليكم.